أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض شاور جل بطريقة بسيطة وسهلة وبالمكونات اللي موجودة عندنا في البيت. يلا بينا نتعرف على مقاديرنا. مقاديرنا عبارة عن صابونة، أي نوع صابونة انتي بتحبيها هتبشريها، ومعانا 3 معالق من السكر و3 معالق من الملح ومعلقتين من النشا. تمام. ومعانا زيت جوز هند او اي زيت عطري انتي بتحبيه هتحطيه في الشاور. ومعانا 1.5 لتر من المية المغلية. هاخد الصابونة المبشورة واضيف عليها 1.5 لتر من المية المغلية وادوب معايا الصابون، وبعد كده ابتدي ان انا احط 3 معالق السكر ومعلقتين النشا و3 معالق الملح وادوب الكلام ده كله مع بعضه. بعد ما بدوب كله بقى ببتدي ان انا احط الزيت جوز الهند، او شوفي الزيت اللي انتي بتحبيه هتحطي علشان خاطر يديكي ريحة حلوة وملمس حلو للشاور. تمام. بعد كده هبتدي ان انا اقلبه كويس قوي وهركنه على جنب. بعد ما اخلص الخلطة دي خلاص كده هبتدي اركنها على جنب ليلة كاملة. تمام. بعد ليلة كاملة بلاقيها بقت بالمنظر ده، اتجمدت معايا زي ما انتي شايفة كده. ببتدي ان انا اقلبها كويس واضيف لها بعد كده مية، حتى لو باردة مش شرط سخنة. المية دي مش بمقدار بقى، يعني بالنظر كده بقى معاكي انتي بتحطي المية لحد ما تفكيها، عشان هي دلوقتي متجمدة خالص. بتبتدي تحطي شوية بشوية علشان خاطر الشاور ما يخفش خالص معاكي. لازم يكون السمك بتاعه وال والشاور نفسه زي اللي احنا بنشتريه من بره، ما يبقاش خفيف خالص زي المية. تمام. هنا طبعا علشان خاطر اللون، لما انا لون الصابونه لما اشتغلت بيها لونها فتح، فطبعا عشان اخليه شبه الشاور اللي انا بشتريه من بره عززت اللون بلون احمر عندي عشان يديني اللون البينك اللي انت شايفاه ده. وبعد كده ضفت له ميه ورد دي، يعني ايه، خطوه اختياريه معاكي. ممكن انت تستكفي بزيت جوز الهند او زيت عطري انت تحطيه. تمام. بعد كده ببتدي ان انا اشوف لها بقى ازازه احط فيها. انا كانت عندي ازازه فاضيه كده، فطبعا عشان احط المقدار بتاع الشاور جبت القمع بتاع البسكوت ورحت حطاه فيه علشان اقدر ان انا اصب الشاور كله في الازازه. وبصي الملمس بتاعها ناعم ازاي، زي الشاور اللي احنا بنشتريه من بره. وان شاء الله الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.